بسم الله الرحمن الرحيم. كل يا حمار واحمد الله. قال لا بد من صوت يعلم به الله. احكي لكم القصه. ايوه. كان به حمار، تمام، حمار يبصر ثوب، والثر هذا يصير دائما يرتعي من البستان، تمام. والحمار هذاك يقول له منين بتاكل؟ والثر يقول له لو اقول لك انت مفشو عتصير تقول للناس. والحمار يقول له والله ما اتحاكى، قل لي منين؟ والثر يقول له تمام. يجي اليوم الثاني الثور قد شابع، والحمار يقول له انا اكلت. والثور يقول له لو اقول لك انت مفشول. ثالث يوم الحمار قال له لا روس اولادي ما اتحاكى، قل لي انت بتاكل يا منعه. قال له احلف، والحمار حلف. قال لا الثور خلاص انا على سرير البستان وانت الحق بعدي، ونوصل البستان سكتين ندخل ناكل ونخرج. الحمار قال تمام يلا هيا خطيوا الاثنين. اول ما وصلوا للبستان الحمار بسر البستان فعل. والثور قال له مالك قصعصه؟ قال اشتنهك. قال له الثور يا منعاه اجي نطبع اكلنا كنت فعل. ما قدرش. قال له الثور خلاص خليني ادخل اكل واكمل واخرج. قال الحمار على طول ادخل كل. دخل الثور اكل وشرب وشبع وخرج، والحمار نهق. والضبع سمع عنه جن اكل عنه. الثور يوم ثاني جاء ياكل ويبصر العظمان حق الحمار، العظمان مع بلا عظمان. قال قد بين اقول لك كل يا حمار واحمد الله. قال لا بد من صوت يعلم به الله.